السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن المفاجاه اللي عملها مانشستر يونايتد على ملعب الانفيلد، بحيث ان هو قدر يكسب ليفربول 2-1 على ارض. والمباراه دي مهمه جدا ومليانه الرسائل سواء لمانشستر يونايتد او حتى ليفربول، لان اليونايتد قبلها ما كانش فاز في الانفيلد في الدوري تقريبا منذ 2016، والفوز ده كان حصاد سواء كان على المستوى النفسي او على المستوى الفني. وبالنسبه لليفربول فبحسب المصادر كان داخل المباراه وكان معاه سلسله خسائر، ودي كانت 4 خسائر على التوالي في كل المسابقات، ودي كانت اول مره تحصل من نوفمبر 2014. فايه هو السبب اللي خلى اموريم يتفوق على سلوت؟ وهل دي نهايه ارن سلوت مع ليفربول؟ وليه صفقات ليفربول لحد دلوقتي ما اشتغلتش؟ كل ده هنشوفه في الفيديو ده. مبدئيا بدايه المباراه كانت صعقه. مانشستر يونايتد افتتح التسجيل بسرعه كبيره جدا عن طريق براين مبوم بعد حوالي 60 ثانيه او اقل من البدايه تقريبا. الهدف ده اربك ليفربول من اول دقيقه وخلى دفاعات ليفربول خايفه بشكل كبير من مانشستر يونايتد. ليفربول بعدها ضغط وفعلا كان عنده فرصه كويسه، لكن كانت في مشكله انه ما قدرش يحط الجو وما قدرش كمان انه يحاول يسيطر على عدد كافي من الاهداف. فعندك كودي جاكبو اللي العارضه عندته 3 مرات. الحظ ما كانش موفق ليفربول المره دي بشكل كبير، ولكن في الدقيقه 78 تقريبا جه الهدف التعادل لليفربول عن طريق جاكبو. لكن مانشستر ما كانش سهل. في الدقيقه 84 تقريبا سجل هاري ماجواير هدف الفوز برأسيه من تمرير عن طريق برونو فرنانديز. الهدف ده فتح بوابه الانتصار لليونايتد، والهدف ده انا معجب بيه بشكل كبير جدا، وخصوصا من برونو فرنانديز، بحيث ان هو ما استناش على الكوره، بالعكس رفعها بسرعه عشان مانشستر يحط الجون اللي بينهي بيه المباراه نهائيا. ومن الناحيه الاحصائيه فرغم ان ليفربول كان غالبا في بعض الاوقات وكان مستحوذ بشكل كبير والفرص كانت ناحيته، لكن اليونايتد كان اكثر فعاليه في اللحظات الحاسمه، ومانشستر يونايتد عمل واحده من احسن مبارياته الموسم ده. وخلينا نتكلم عن اسباب فوز مانشستر يونايتد واسباب خساره ليفربول. مبدئيا مانشستر يونايتد كان عامله واحده من احسن مبارياتها زي ما قلنا الموسم ده، وكانت كمان عندها فعاليه كبيره جدا في الاهداف. اي نعم ليفربول كان فرصها اكتر من حيث الاهداف، لكن اللي كان عنده فعاليه في الملعب بشكل كبير هو مانشستر يونايتد، بحيث ان الانطلاقات السريعه والفعاليه في اللحظات الحاسمه ادت بشكل كبير جدا ان مانشستر يونايتد يقدر يسيطر على الماتش وياخده في مكان يسهل له الفوز. غير كمان الهدف الاول اللي جه في الدقيقه الاولى في بدايه الماتش اللي خلى ليفربول مرتبكه جدا من الخصم، لان الخصم بين الشراسه الكبيره جدا في اول المباراه، رغم انه ما كانش الطرف المسيطر طول الوقت، لكن قدر ان هو يستغل عشان يسجل هدف حاسم في الدقيقه 84، ودليل على ان مانشستر يونايتد قدرت انها تجهز للماتش ده بشكل كبير. وكون ان مانشستر يونايتد تكسب ليفربول على الانفيلد فدي مباراه مش سهله، واعتقد ان جماهير ليفربول هتبدا ان هي تنقلب على ارن سلوت، بحيث ان دي الخساره الرابعه لسلوت الموسم ده. وبرضه مانشستر يونايتد كان عندها تركيز دفاعي وتحضير ذهني. يونايتد كان واضح جدا ان هو جاي تلعب بدقه عاليه وتستغل الفرص ومش تسلم السيطره بكامل للخصم، بحيث ان احنا لو لاحظنا ان مانشستر يونايتد في اغلب المباراه كانت بتحاول على قد ما تقدر ان هي تستحوذ على الكوره، وفي نفس الوقت كان عندها قوه دفاعيه اقوى من ليفربول بكتير. الحافز النفسي الكبير، الفوز على انفيلد بعد 9 سنين تقريبا كان دافع معنوي ضخم بخصوصا للمدرب اموري، واللاعبين كانوا عايزين يسجلوا نتيجه تاريخيه، بحيث ان المباراه دي هتفرق جامد في نفسيه اللاعبين. كنا شايفين المرحله السيئه اللي كانت بتمر بيها مانشستر يونايتد، وان الفوز ده قد ايه هيغير من اللعيبه بشكل كبير في المباريات الجايه. اداره المباراه الذكيه، يونايتد عرف يحافظ على تقدمه في الربع الاخير، والتمريرات الحاسمه والتحولات من الدفاع للهجوم كانت في مستوى رائع جدا من مانشستر يونايتد. وصراحه لو فريق غير مانشستر يونايتد في ملعب الانفيلد كان كبر دماغه وابتدى ان هو يحافظ على المباراه، ولو مدرب غير امورين كان بدا ان هو يقفل الماتش من الناحيه الدفاعيه وانتهى الماتش 1-1 وطلع بنقطه من ملعب الانفيلد اللي هو بطل الدوري الانجليزي الموسم اللي فات. لكن مانشستر يونايتد ما استمتش وقدرت ان هي تطلع ب3 نقط، وانا نفهم ان اللعيبه كانت طمعانه في الفوز اكتر من التعادل، وده واحد من الاسباب الرئيسيه اللي قدرت تخلي مانشستر يونايتد قدر ان هو يكسب ليفربول ونجومه، بسبب ان الفريق كان عنده حماس وحافزيه اكتر بكتير على لعيبه ليفربول، لان لعيبه مانشستر يونايتد كانت عاوزه تكسب باي طريقه على عكس ليفربول. وكده فهمنا ليه مانشستر يونايتد قدر ان هو يتفوق على ليفربول وارن سلوت. ودلوقتي نفهم ليه ليفربول خسر من مانشستر يونايتد. اي نعم مانشستر يونايتد عمل مباراه كويسه وكل حاجه، لكن الحقيقه ان مانشستر يونايتد ما هوش في احسن موسم، بالعكس ده خسر مباريات كتيره الموسم ده ومن الفرق ضعيف. ودايما السؤال اللي بيسأله جماهير ليفربول، ليه الصفقات لحد دلوقتي ما اشتغلتش؟ اغلب الجماهير او اغلب المحللين بيقولوا ان ارن سلوت مش عارف يخلي اللعيبه تتكيف مع بعضيها. والسؤال هنا، هي اللعيبه هتبدا تتكيف وتفهم بعض امتى؟ يعني اللعيبه هيبقى عندها توليفه كويسه امتى؟ انت دلوقتي داخل على مباراه في دوري الابطال صعب، ومباراه في نفس الوقت برضه في الدوري الانجليزي صعب، وانت خلاص بدات في بدايه الموسم، والموسم هيبقى اصعب واصعب خصوصا في الدوري الانجليزي ودوري الابطال. فليفربول استمر على الحال ده عمره ما هيوصل لاي حاجه، لان احنا لو قعدنا طول الموسم نقول ان ارن سلوت هيحاول ان هو يخلي اللعيبه تفهم طريقه لعبه
فعمرها ما هتفهم طريقه اللعب. والحقيقه ان ايزاك او كييزا او صلاح او جاكبو او اكيتيكي كل دي لعيبه خارقه، بس المدير الفني مش قادر يستخدم الذهب اللي في ايديه. وكان واحد من الاسباب الرئيسيه اللي خلت ليفربول ان هو يخسر الماتش اهدار الفرص الكتير. خلق فرص كتير جدا لكن ما استغلش العدد الكافي، والحظ صراحه ما كانش مع ليفربول، بحيث انها ضربت 3 مرات في العارضه النهارده من لاعب واحد واللي هو كودي جاكبو. ضعف اللحظات الحاسمه لما استقبل هدف في الدقيقه 84 كان في ارتخاء في التركيز واغفال تكتيك، واليونايتد استغله، بحيث ان انت المفروض دخل فيك هدف تاني. تقريبا اغلب لعيبه ليفربول فقدت الامل في ان هي تقدر تكسب الماتش ده، ولاعيبه مانشستر يونايتد فقدت الثقه ان هي تقدر ترجع في الماتش وتكسب وتعدل النتيجه من 1-1 2-1، ما كانتش كسبت الماتش ده. على عكس لعيبه ليفربول، اول ما الهدف الثاني جه لعيبه ليفربول فقدت الامل في المباراه كلها. فاللي حصل ان مانشستر يونايتد لما جابت الجون في دقيقه 84 الماتش انتهى بالنسبه له. وبرضه واحد من الاسباب الرئيسيه اللي خلت ليفربول يخسر الماتش ده هو الضغط النفسي والتاثير السلسله السلبيه. لما تخسر 3 4 مباريات ورا بعض كل مباراه بيبقى فيها عيب اضافي. ليفربول دخل المباراه وهو مش بنفس الوتيره المعود، بحيث ان كان في ضغط كبير جدا من الجماهير على المدرب واللعيب، ومن حقهم صراحه. انت عامل اقوى ميركاتو في الدوري الانجليزي كله، فشيء طبيعي ان الجماهير منتظره منك موسم ممتاز، وده اللي ما حصلش. اللي حصل العكس. ده غير كمان المشاكل في الدفاع والكرات الثابته بيدل على ان في ثغرات زي ما بيقول اغلب المحللين، بحيث انك لو لاحظت ليفربول دفاعيا كان اضعف بكتير من مانشستر يونايتد النهارده، ودي كارثه لوحديها. ان فريق زي ليفربول، انا شايف ان ليفربول مشاكله الهجوميه اقل بكتير من مشاكله الدفاعيه. ده غير كمان ان في بعض الاحيان بنشوف ان اغلب اللعيبه بتهاجم وفي عدد كبير جدا من اللعيبه ما بيدافعش، فده هيعمل كارثه. اي هجمه مرتده الفريق طبعا هيخسرها. وانا شايف ان ممر تشيفيليا حلو، ولكن ما هوش عنده الخبرات. بحس ان في بدايه المباراه كان عنده اخطاء، بس اخطاء بسيطه. وصراحه دايما بحس ان اليسون هو اللي بيشيل الليله، واليسون بيشيل عدد ضخم جدا من الاهداف لليفربول. السؤال هنا، ليه ارن سلوت بيقدم فتره صعبه مع ليفربول؟ وهل هي دي النهايه بالنسبه لسلوت؟ المدرب ارن سلوت عنده تحدي كبير، وفتره سقوطه او تراجعه بتحصل لاسباب منها. اولا النتائج، خسرت 4 مباريات متتاليه لاول مره من 2014 تقريبا، ده بيخلي جو سلبي داخل النادي، والجمهور بيبدا يضغط على سلوت ولاعيبته بشكل كبير. ثانيا تكتيكيا، الفريق رغم انه عنده جوده هجوميه عاليه جدا لكن لازم يكون متماسك دفاعيا او التركيز في اللحظات الحاسمه. يبدو ان ليفربول عنده مشكله في التحويل، السيطره على عدد اهداف، او في انه يسدد ثغرات الخصم، بحيث ان احنا لاحظنا ان واحد من الاسباب اللي خلت ليفربول النهارده يخسر هي الاخطاء. غير كمان هي كميه الاهداف اللي بتضيع وما بيتمش استغلالها بشكل صحيح. ثالثا التغير والغيابات، سلوت تلقى ان بعض اللاعبين مش في افضل ايامه، وخصوصا نجم الفريق الاول محمد صلاح، بحيث ان محمد صلاح هو افضل لاعب في ليفربول من سنين طويل، لكن هو مش هو نفس اللاعب اللي احنا عارفينه. رابعا الضغط الاعلامي والجماهير، مع نادي بحجم ليفربول اي انخفاض في الاداء بيتحط تحته ميكروسكوب، بتلاقي فيديوهات وتحليلات وكتابات بتزيد الضغط على المدرب واللاعبين. ده طبعا بيأثر على جوده ليفربول بشكل عام بالسلب. خامسا المنافسه ما بتسكتش، الفرق بقت اقوى والاخطاء الصغيره بتكلف كتير، وبالتالي سلوت محتاج يطور اسرع من المنافسين. واللي احنا بنشوفه ده ان سلوت ما بيطورش حتى لو ال1% من الخطه بتاعته ضد المنافسين. وفي النهايه الرابح الاول هو مانشستر يونايتد، فكنا بتطلع ب3 نقاط من ملعب الانفيلد، هي فوز كبير بالنسبه لاموريم ولاعيبته، وده انذار واضح جدا بالنسبه لليفربول وكمان لعب. بالنسبه لسلوت دي مش النهايه مع ليفربول، بل ممكن تكون بدايه النهايه، لكن على الاداء ده مش بعيد ان نشوف سلوت بره النادي. وبكده تكون خلصت حلقتنا. ولو انت شايف ان في اسباب تانية خلت ليفربول يخسر المباراة تكتبها في الكومنتات، واشوفكم في الحلقة الجاية، وما تنساش اللايك والاشتراك، وسلام.